اللي يشتمك اشتمه، مش حرام واحد شتمك بشتيمة معينة انت تردها له. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الحديث النبي بيقول فيه المستبان ما قال على البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. واحد شتمني شتيمة معينة حق شرعا ان انا اردها له، الذنب عليه هو لان هو اللي ابتدى في الشتيمة. ما لم اعتدي يعني شتمني شتيمة شتمني انا فانا شتمته هو وابوه وامه، انا كده ابقى معتدي والله لا يحب المعتدين. لكن الافضل شرعا والاكثر ثوابا انك تصبر، فمن عفا واصلح فاجره على الله. لكن خلي بالك العلماء بيقولوا ان شرط العفو والاصلاح. واحد شتمني حقي شرعا اللي انا ارد له الشتيمه، اكثر ثوابا ليا والاكثر استحبابا ان انا اصبر، يمكن ده يرج قلبه ويخليه يراجع نفسه وكده ابقى اكون سبب في اصلاحه وهدايته. لكن واحد لو انا سكت على شتمته انا متاكد ان هيفهم ده بفهم غلط، كده خايف منه او اللي انا بذلول فهيزيد في طغيانه. لما اسكت كده بخليه يتجبر اكتر واكتر. عشان كده ربنا عز وجل ما قالش العفو بس، قال فمن عفا واصلح. ان مش دين استكانه ولا دين ذل، ان دين عزه، ومش من العزه ابدا انك يعني تاخد على وشك وتسكت. ناس كتير فاكرين ان انت طالما التزمت يبقى تسمع شتمتك بودانك وتسكت. يا ريت بقى تاخد الفيديو ده وتوصله لغيرك.